اهلا وسهلا بكم. انا اسيم من قناه تبسيط اونلاين. اسمحوا لي اقدم لكم الحلقه الثالثه من برنامج التوقعات المرئيه لامتحان الثانويه، اعداد مستر عبد المنعم محمود، معلم بالمرحله الثانويه. الفيديو بسيط وبيركز على 10 جمل هامه. خش بالانترو. السلام عليكم يا شباب، يلا نبدأ بسرعة. العشر جمل. الجملة الأولى بتقول Mom and Dad are out. ماما وبابا بره. Both ولا none ولا neither ولا either of them is at home. مين فيهم في البيت؟ طب هما بره، يبقى إذن ولا حد فيهم في البيت. يبقى both غلط، لأنها تدي معنى كلاهما في البيت. الاختيار الثاني none بتعود على أكتر من اتنين، يبقى إذن غلط، لأن إحنا معانا بابا وماما بس. يبقى neither أو either بتقول واحد منهم هو اللي في البيت، يبقى ده خلاف الجملة، يبقى إذا neither of them is at home. ملحوظة على neither of them تاخد فعل مفرد حسب اللغة الرسمية. الجملة الثانية there is a myth ولا superstition that black cats bring bad luck. في خرافة بتقول إن القطط السوداء بتجلب الحظ السيء. طيب myth خرافة وسوبرستيشن خرافة، بس الخرافة المرتبطة بالحظ هي superstition، أما myth فهي خرافة مرتبطة بالخلق والآلهة وإله الرياح وإله المطر والنيازك، يبقى إذا الإجابة superstition. نمبر 3 people experience ولا experiences experiencing burnout can't live normally. يعني الناس اللي بتعاني من الإرهاق لا يستطيعوا أن يعيشوا بصورة طبيعية. اللي بتعاني، واخد انت بالك؟ اللي بتعاني يعني هو experience. وفي ملحوظة بتقول اما تلاقي الكلام معناه الذي يفعل، يبقى نقدر نشيل الذي ونحط على الفعل ing. يعني اصل الكلام هو experience بتساوي experiencing. البنت التي تجلس the girl who sits بتساوي the girl sitting، يبقى experiencing. number 4 when study ولا studies ولا studying ولا studied for a long time take a rest. عندما تذاكر لفترة طويلة خد ايه؟ راحة. طب ما فيش فاعل بعد when، فلو الرابط ما جاش وراه فاعل بنحط على الفعل ing في حالة المبني للمعلوم. طب مين اللي بيذاكر؟ انت، الكلام معلوم، اذا when studying في حالة غياب الفاعل اهو مفيش فاعل. نمبر 5 in the past few years Egypt changed ولا has it changed ولا had it changed ولا changes a lot. في فرق بين in the past و in the past ومدة. in the past ويسكت يبقى كده ماضي بسيط، ساعتها كنا ناخد it changed. إنما in the past 2 years، in the past 4 months، in the past 6 weeks، كده ناخد مضارع تام. ثم ملحوظة بتقول إن the population of لو جه وراها مكان فعل مفرد على طول فتكون is. أما لو the population من غير مكان وراها يبقى الاتنين صح، تعامل معاملة collective noun يعني اسم جمعي، فتاخد is أو تاخد are. 7 it's expected that by 2030 6 million people will change ولا will have changed careers. وجود باي هنا هيخلي الطالب يفكر في will have it changed، لكن هسألك سؤال، هل ال 600 مليون نسمة دول بدون زيادة وبدون نقصان هيكونوا هم اللي غيروا مهنهم في المستقبل قبل 2030؟ الجواب لا، مش مضمون، ده حاجة مرتبطة بالعدد، يعني ممكن يكون أكتر ممكن يكون أقل، وبناء عليه فكرة المستقبل التام هنا إيه؟ خاطئة، فيبقى تحمل الجملة على محمل إن ده تنبؤ prediction، يبقى will it change. زي جملة باي 2050 نص سكان العالم هيكونوا اتكلموا انجليزي، لا ساعتها مش هنقول will have spoken، هنقول will speak. number 8 the music is loud المزيكا عالية turn it down it. اكتب ورايا بقى على السريع، ده اسمه phrasal verb turn down. تعريف الفريزال verb هو فعل متبوع بحرف جر أو أكتر. لو الفعل متبوع بحرف جر واحد منهم نوعين، يبقى الفريزال فيرب اللي متبوع بحرف جر واحد منهم نوعين، نوع يمكن فصله ونوع لا يمكن فصله. نوع يمكن فصله زي النوع اللي قدامي ده turn down،
اقدر اقول turn it down او turn the music down، او اقدر اقول turn down the music. يبقى النوع اللي بتفصل تفصل بالاسم او الضمير، تحط it او الميوزك ما بين turn و down، يا اما تاخر الاسم فقط ولا نؤخر الضمير. يعني ما نقدرش نقول turn down it، بس نقدر نقول turn down the music. ده النوع الاولاني. النوع الثاني وبناء عليه قبل ما انسى الاجابه turn it down. النوع الثاني هو نوع من كلمتين برضه بس لا يمكن فصله، وطالما مش هقدر افصله يبقى هنأخر الاسم او الضمير. شوف المثال رقم 9. The wallet isn't here. المحفظة مش هنا. Let's look it for، ولا look for it، ولا look for the wallet، ولا look the wallet for. look for من الفريزال verbs اللي ما اقدرش افصلها ابدا، وبناء عليه هنأخر الاسم او الضمير، مش هنقدر نفصل، فنقول look for it او look for the wallet. اما النوع التالت بقى وهو جاي رقم 10 اللي هو فريزال فيرب بفعل متبوع بحرفين جر، حرفين جر. ففيما اعلم كل الامثله اللي انا اعرفها في حياتي ما ينفعش ان انا افصل الفريزال فيرب من بعضه، يعني التلات اجزاء يجوا ورا بعض. catch up with، keep up with، look forward to، look up to، look down to، كله هأخر الاسم او الضمير ومش هقدر ان انا افصلهم عن بعض. I will catch up with them، catch up with، ادي التلات اجزاء جم وبعدين اخر them، صح دي. catch up them with، لا كده انت فصلت، يبقى ثلاثي ما تفصلش، تلات قطع ما تفصلش، اخر الاسم او الضمير. طب catch up my friends with، لا غلط. انا عارف انت بتفكر في ايه، بتقول كان ممكن يبقى الخيار catch up with my friends، صحيح لكنه مش موجود. عندك حق. اتمنى ان يكون في استفادة. السلام عليكم. اتمنى تكون الفكره عجبكم، ولو عجبكم قولوا رايكم في التعليقات.